في سؤال دايما بتسأله على السوشيال ميديا وهو ايه اقوى موبايل اندرويد اقدر اشتريه دلوقتي؟ انا دايما اجابتي بتكون حسب انت عايز تعمل ايه بالموبايل، حسب انت محتاج ايه. ولكن لما حد يسأل ايه اقوى موبايل بالارقام، اقوى موبايل بالحسابات والبنش ماركس، النهارده معانا يا جماعه اقوى موبايل اندرويد في العالم حاليا. استعدوا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. والنهارده انا متحمس جدا اجيب لكم اقوى موبايل اندرويد في العالم حاليا. المواصفات رهيبه، الاداء ساحق وبيكسر كل الارقام القياسيه اللي شفناها قبل كده. بس بعيدا عن كمان عن الارقام القياسيه والاداء وما الى ذلك، الموبايل ده بيعمل حاجات كتير انا معجب بيها جدا. والموبايل ده يا جماعه هو من الجيل التاسع. ده الجيل التاسع من ريد ماجيك 9 برو. الموبايل ده رهيب جدا جدا، من اول ما تمسكه في ايدك، من اول ما تشوفه هتحس الموبايل ده بيعمل حاجات مختلفة عن الباقي تماما. بداية طبعا مع التصميم، احنا جربنا تقريبا كل الاجيال السابقة من ريد ماجيك، والموبايلات دي بدأت كشكل موبايلات الجيمنج بالار جي بي الاوفر زيادة والحاجات الغريبة في الظهر والكيرفات المقفورة. لكن بداية من الجيل اللي فات، الجيل الثامن، الشكل اتغير تماما. الحواف المستقيمة، الظهر الفلات، الكورنرز 90 درجة تقريبا. والمرة دي كمان بيحسنوا عن اللي وصلوا له المرة اللي فاتت. جيمر او مش جيمر، في رأيي انا شخصيا ده واحد من احلى التصاميم الموجودة على اي موبايل حاليا. المرة دي حسنوا كمان على المرة اللي فاتت بشكل كبير. وبصراحة انا شايف ان ده شكل الموبايل المستقبل اللي كنا بنفكر فيه زمان. بنفكر في موبايل كده في المستقبل تحس مجرد شاشة كده وبقية الحاجات كلها مينيمال جدا. هنا نفس الموضوع. طبعا في مجموعة من الالوان والاشكال. اللي معايا ده اسمه سليت، بيجي لك لون اسود كده، لكن هو مش اسود قوي يعني، هو ليه تكستشر كده غريب ومش اللي هو ما بين المطفي وبين اللي بيلمع. شكله كول جدا مع الستريب الموجوده في الجنب دي، ورقم 9 على فكره بينور هنا. بس اكبر تغير مقارنه بالجيل اللي فات هو الكاميرات قبل كده كانت في النص وكان ليها بروز خفيف. دلوقتي مفيش اي بروز يا جماعه. بص، عباره عن شيت ازاز موجود على الظهر هنا، مع الفريم الفلات تماما من جميع الزوايا والشاشه الفلات تماما. الموبايل ده فعلا زي ما قلت لكم شكله موبايل المستقبل. فكرتنا القديمه عن موبايل المستقبل مجرد سطح كده مستطيل، شكله ممتاز. واللي عاملينه هنا في حته الكاميرا بصراحه انا معجب بيه جدا. هي كانت في النص، نقلت ناحيه الشمال، ضوء انها فلات، بيدي الموبايل شكل كول جدا. الحاجه الكول جدا كمان لكن ممكن ما تاخدش بالك منها من اول نظره، زي ما احنا عارفين الاجيال اللي فاتت في فتحات في الفريم ناحيه اليمين وناحيه الشمال عشان الهواء البارد يدخل، المروحه تشفطه في عينين وتطلع الهواء السخن من الناحيه الثانيه. ودي مش كاميرا ثالثه، دي المروحه مخبينها كانها جزء من الكاميرات، ودي حركه بصراحه عبقريه جدا. فبص كده، اول ما تشغل مروحه بتلاقي ان في الوان كده بتنور جوه، ولما تبص عليها من بره هتلاقي ان فعليا في ال اي دي بيلف كده حوالين المروحه، ومدي شكل صراحه كول جدا. يعني انتجريشن لمروحه في موبايل مع شكل الكاميرات كده، دي حركه ما حدش عملها قبل كده بالمنظر الكول جدا ده. لمسات تانية كمان كول في التصميم، رقم 9 بتنور، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه، تقدر تختار افكتس كمان فلاشنج وما الى ذلك. التريجرز كمان بتنور، دي التريجرز تقدر تستخدمها في الشوترز وما الى ذلك زي ما هوريكم بعد شويه. وزرار الباور عباره عن الدايره دي اللي شكلها كول، وتحتيها زرار بيدخلك في عالم الجيمنج. زرار الباور شكله حلو بس مكانه منخفض شويه مع مسكه ايدي للموبايل، تحسه عايز يبقى فوق شويه، بس انا عارف انه عندهم فتحه مروحه وما الى ذلك، بس اوكي. طبعا الفريم الفلات مصنوع من الالومنيوم هنا بيخلي الموبايل يقف براحته جدا على اي مكتب. وعندك على فكره مدخل 3.5 مللي، الموبايلات القليله جدا لسه فيها. وعندك كمان اي ار بلاستر لو عايز تتحكم في التلفزيون وما الى ذلك. التصميم هنا بصراحه كول جدا، انا معجب بيه جدا جدا. وبصراحه زي ما قلت لكم، شايف لو انت جيمر او لا هيعجبك تصميم زي ده. وعلى فكره كهنت كده قبل ما نغوص اكتر في مواصفاته والحاجات اللطيفه التانية في الموبايل ده، سعر الموبايل ده مميز جدا على كميه الحاجات اللي بيقدمها. السعر هنا يعتبر بصراحه انا شايفه صفقه. هنرجع للنقطه دي، بس خلينا نتكلم دلوقتي بقى على الشاشه عشان دي واحده من الحاجات اللي عجباني جدا هنا. انا بصراحه سوبر بيج فان لشكل السكرين هنا. بص شكل الشاشه عامل ازاي، شكلها رهيب. الشاشه دي 6.8 انش فلات تماما، مفيش اي كيرفات اطلاقا هنا، مجرد الازاز فيه برمه خفيفه مع بازل صغيره جدا اولموست متساويه زي ما شايفين. بيزل صغيره جدا اللي تحت يمكن اكبر اجزاء من الملي، بس مش باين الموضوع. والكورنرز اللي حوالي 90 درجه هنا شكلها خطير. الموبايل شكل الشاشه فيه رهيب، مفيش موبايل تاني شكله عامل كده حقيقي. بص شكله عامل ازاي، شكلها رهيب. ودي حاجه من النقط اللي بتخليه زي ما قلت لكم في الاول، بيخلي شكله كانه موبايل المستقبل. زي ما قلت لكم مستطيل، شاشه بيزلز اصغر ما يمكن، مفيش اي حواف، مفيش اي كمان فتحه في الشاشه للكاميرا الاماميه. كمان هنا تحت الشاشه زي ما شفت من الجيل اللي فات
فيها تنازلات زي ما نحكي بعد شويه، بس كشكل للشاشه مفيش اي تنازلات هنا. شكل الشاشه رهيب، والكاميرا اللي تحت الشاشه هنا خلاص يعني ما تقدرش تميز هي فين. انا مش قادر اشوفها لحد دلوقتي، مش باينه تماما مهما تعمل مهما تشغل. يعني في ظروف ضيقه جدا لو الشاشه مطفيه بتشوف حاجه كده بزاويه خفيفه، لكن طول ما انت بتستخدم الموبايل صعب جدا تشوف ان في اساسا وجود للكاميرا الاماميه. ما تعرفش الموبايل من فوق ومن تحت. هنا بص شكله رهيب. ده الجيل الخامس على فكره من الكاميرات اللي تحت الشاشه، وده تعاون ما بين ريد ماجيك وبي او اي، الشركه اللي عامله الشاشه هنا. ومن ناحيه التنفيذ للكاميرا اللي تحت الشاشه كشكل للشاشه زي ما قلت لكم خلاص يعني وصلنا للحاله المثاليه هنا، ان الجزء اللي تحت فوق الكاميرا هنا كانه جزء من الشاشه، مفيش اي تنازلات هنا، مفيش باي بيكسليشن ولا تغيير في الالوان، شكلها بيرفكت. لكن طبعا في تنازلات من ناحيه الكاميرا الاماميه زي ما احكي لكم بعد شويه. طب ايه اخبار مواصفات الشاشه دي؟ في تحسن مقارنه بالجيل اللي فات. شاشه ريد ماجيك 9 برو 6.8 انش فول اتش دي اموليد، والتحسن هنا من ناحيه الاضاءه بقت بتوصل دلوقتي لحد 1600 نتس، ما بتجيش معاها مشاكل في اشعه الشمس المباشره، شكلها لطيف جدا. وطبعا كموبايل بيسمي نفسه موبايل جيمنج، عندك كل عناصر السرعه هنا. الشاشه دي طبعا بيوصل ريفرش ريت فيها لحد 120 هرتز، تخليه 90 او 60 اذا عايز، بس ممكن تخليه طبعا ثابت على 120. والتاتش سامبلينج 960 هرتز سريع جدا. وفي حاجه جديده اسمها كمان انستنت تاتش سامبلينج بتوصل لحد 2000 هرتز، دي حاجه اول مره اشوفها تقريبا، هي اول لمسه مثلا حاجه للتريجرز مثلا او حاجه اللي هو التنشين بتضرب وما الى ذلك. الموبايل سلس جدا وسريع جدا جدا من ناحيه شاشه ومن ناحيه الاداء كمان زي ما هنحكي بعد شويه. حاجتين تانيين كانوا مميزين جدا في الريد ماجيك 9 برو هما السماعات هنا ممتازه. طبعا سماعات ستيريو بتدعم دي تي اس اكس الترا خطيره، الصوت عالي جدا هنا واضح جدا، وفي نسبه بيس مش سيئه اطلاقا وانت بتلعب جيمز وبتتفرج على فيديوهات وما الى ذلك. صوت ممتاز من احسن الاصوات على اي سماعات موبايلات حاليا. وموتور الفايبريشن هنا او موتورين الفايبريشن فعليا، عندك واحد هنا واحد هنا، خطير، احساسهم ممتاز جدا جدا ورائع. حتى وانت بتعلي الفوليوم، مجرد انك تعلي الفوليوم في تكتكه مع كل ليفل، احساسه خطير. انا قاعد العب بالحركه دي اعلي واوطي عشان موتور الفايبريشن هنا مظبوط جدا. فريد ماجيك 9 برو بيدي كل الانطباعات الاوليه الصحيحه واللي انت عايزها فعلا. مصنوع كويس جدا، مسكته في الايد لطيفه، شكله مستقبلي وكول جدا جدا، سماعته ممتازه، فايبريشن ممتاز، شاشه حلوه جدا. البدايه دي حلوه جدا اوريدي. وزي ما قلت لكم بعيدا عن موبايل جيمنج، ده موبايل مالتي ميديا رائع. شاشه مع السماعات هنا هيدوك تجربه خياليه، مع كمان البطاريه اللي هحكي لكم عليها اكتر بعد شويه. بس خلينا نتكلم دلوقتي بقى على المواصفات الداخليه. ليه الموبايل ده هو اقوى موبايل في العالم؟ ايه اللي بيميزه يعني؟ الموبايل ده بيمثل اول تجربه لي انا شخصيا مع سناب دراجون 8 جين 3، اخر بروسيسور واقوى بروسيسور حاليا في عالم اندرويد، وده اللي هتشوفه على كل الفلاج شيبس القادمه مع السنه اللي جايه تقريبا لحد اواخر سنه فعليا. سناب دراجون 8 جين 3 على فكره قفزه محترمه، عندك زياده اكتر من 30% في السي بي يو، وزياده اكتر من 30% في الاداء في الجي بي يو او كارت الشاشه. والحاجه المهمه كمان عندك نقص 30% او اكتر كمان في استهلاك الطاقه، فانت فعليا مش خسران حاجه، زياده في الاداء وتقليل في استهلاك البطاريه، ده كومبو ممتاز. لكن برضو خلي بالك ان في زياده في الحراره هنا طالعه من 8 جين 3. بس الميزه ان عندك هنا مروحه مخصوص ونظام تبريد مميز في الموبايل ده مقارنه باي موبايل تاني هتاخده حاليا فعليا. ريد ماجيك مكمله مع نظام ايس للتبريد، المره دي مع فيبر تشامبر عملاق المفروض يعني اكبر من قبل كده، المروحه اللي بتلف بسرعه 22,000 لفه في الدقيقه. كل حاجه هنا تحت السيطره، مفيش ثروتلينج، يعني الموبايل هيفضل شغال بنفس الاداء مهما طولت، لكن هتحس بشويه حراره من ناحيه الفريم، ودي حاجه يعني ما كنتش بحسها في الاجيال اللي فاتت، بس من غير اي تقليل في البرفورمانس. بس ده بيخليني برضه افكر اللي هو يعني عندي فضول اعرف الموبايلات بقى اللي ما فيهاش المروحه والحاجات دي واللي هتجيلنا مع 8 جين 3 بعد كده هتكون عامله ازاي اذا هو بيسخن اكتر من الجيل اللي فات. هنشوف الموضوع ده، ولكن ما عندكش اي مشاكل هنا خالص في الاداء. الموبايل ده سريع جدا جدا وبيطحن اي حاجه في عالم الجيمز او في عالم اي حاجه محتاجه برفورمانس فعليا، كل حاجه هنا صاروخيه. واذا شغلت البنش ماركس اللي انا يعني ماليش فيها قوي هتلاقي ان انت جايب اعلى سكورز والرقم القياسي فعليا في عالم اندرويد. عشان تدخل بسرعه جدا الى عالم الجيمنج فعليا عندك السويتش اللي بيعمل لك الافكت الخطير ده ويدخلك جوه في مجموعه الجيمز عندك والسيتنجز الخاصه بالجيمنج وتظبيط كل جيم زي ما انت عايز لوحديها. الصوت هنا عالي جدا، ممكن تشغل مروحه من هنا تظبط السيتنجز بتاعتها. وعلى فكره وانت جوه اي جيم تقدر تعمل سوايب مرتين من الجنب، بيطلع لك مجموعه من السيتنجز السريعه لو عايز تعمل ترد على شويه مسجات بسرعه، عايز تشغل واي فاي، تشغل
الداتا عندك، عايز تعدل الريفرش ريت بتاع الشاشه، تعدل الاضاءه، من حاجات كتير. وعندك طبعا التريجرز المشهوره الموجوده هنا، عندك تريجرز 520 هرتز هنا اللي بينوروا دلوقتي دول، وتقدر تحدد بالظبط انت عايز مكان كل واحد فين. يعني عايز اخلي مثلا ده يبقى بيضرب وده مثلا بيعمل اي حاجه تانية، تحط مكانهم في الحته اللي انت عايزها على الشاشه، بحيث لما تضغط بيعمل لك الحاجه اللي انت عايزها. وبالطريقه دي انت بتفضي ايدك انك بتعمل حاجه تانية. يعني بدل ما يكون عندك كل صوابع هنا، ادي دول بيستخدموا كده كانك بتستخدم كنترولر، وهنا بس للحركه بتضرب كده. دي طبعا الناس البروفيشنال، وبيديك فايبريشن وهابتك فيدباك كده لطيف وانت بتلعب. مع البروسيسور السريع عندك كمان في النسخه اللي معايا دي 12 جيجا رام، عندك الاوبشن ل 16 لو عايز كمان، وذاكره داخليه 256، وعندك الاوبشن لحد 512 اعتقد. وكل حاجه من اعلى واسرع نوع موجود حاليا. زي ما قلت لكم ده كينج البنش ماركس دلوقتي، وفعليا كل حاجه عملتها عليه مفيش ولا مره حسيت بتهنيج او لاج او بطء. في تغيير كمان في السوفت وير هنا، قبل كده كان بدائي شويه، اتحسن كتير دلوقتي. انا معجب جدا ان هو سيمبل، مفيش اي حاجات مالهاش لازمه هنا، مفيش ابلكيشنز غريبه. عندك الصفحه بتاعت الجوجل فيد موجوده ناحيه الشمال، قص السلاسه هنا، كل حاجه سريعه جدا جدا. شكل السيتنجز بقى متغير شويه مقارنه بقبل كده، شكلها بقى الطف كده ومتجمعه بشكل مظبوط. وعندك هنا اندرويد 14، طبعا احنا شغالين على اعلى حاجه دلوقتي. الشكل بقى احلى، في تظبيط كده بقى شكله مودرن اكتر. وعندك دلوقتي حركه زي ما شايفين اللي تقرب لك السيرش تحت كده زي شوفها في وان يو اي وما الى ذلك. بس انا بصراحه شايف ان هو ماشيين في الاتجاه الصحيح هنا. مازال مش اكتر حاجه فيها فيتشرز وحركات، بس كويس. اللي كويس قوي كمان هنا هو البطاريه. موبايل بالسمك ده هو مش ارفع حاجه، بس مش عملاق يعني. تديله كام ملي امبير؟ تخيل هنا الستاندرد اللي عارفينه مثلا 5000 كده، بطاريه حجمها كبير. الجيل اللي فات من ده كان 6000 على فكره، دلوقتي بقى 6500 ملي امبير. ده رقم مذهل، وفعليا اداء البطاريه هنا رهيب. البطاريه بتقعد كتير هنا يا جماعه، البطاريه بتطول جدا جدا، هتاخد لك 6-7 ساعات سكرين اون تايم، يمكن اكتر حسب استخدامك للموبايل. طبعا الجيمز حسب انت بتعمل ايه فيها هتفرق، ولكن عمر البطاريه معتمد عليه جدا، واحسن من الجيل قبل كده، ودي حاجه ممتازه. وعجبني جدا كمان عندك شاحن ال 80 واط اللي بيجي لك جوه العلبه، بيشحن لك البطاريه فول العملاقه اللي هنا في حوالي 35 دقيقه، اقل من ساعه الا تلت تكون خلصت وشحنت البطاريه كامله. دي حاجه ممتازه، شاحن جوه العلبه يعني مفيش احسن من كده. زي ما قلت لكم في الاول، دي حاجه مش بتخلي الموبايل بس ممتاز في عالم الجيمنج، ولكن في عالم المالتي ميديا. الناس اللي عايزه موبايل تحديدا عشان تتفرج على مسلسلاتها وافلامها ويوتيوب وما الى ذلك من غير ما يفصل ويقعد فتره طويله، وعلى شاشه حلوه وسماعات رهيبه، هو ده. حتى لو انت مالكش في الجيمنج، مالتي ميديا هنا هتاخد تجربه امتياز. بس طبعا مش كل حاجه مثاليه هنا، في بقى تنازلات. خلينا نبدا التنازلات مع الكاميرات. في تحسن وفي مش تحسن. عندك هنا كاميرتين، التالتة دي مروحه زي ما قلنا. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل اللي هو سنسور سامسونج GN5، ده بيجي لك مع OIS، دي حاجه كويسه. وكاميرا الالترا وايد شايف التطور كبير، بدل من 8 جيل اللي فات كل الاجيال اللي فاتت تقريبا ل 50 ميجا بكسل اخيرا دلوقتي، وده سنسور سامسونج برضو JN1. شوف بشكل عام الكاميرات في الموبايل ده مش من نقط القوه، بس الكاميرا الاساسيه اوكي على موبايل جيمنج، على موبايل ما تتوقعش منه اداء رهيب في الكاميرات، شكلها كويس يعني. الدايناميك رينج مش سيء، الالوان شكلها كويس، ولكن مش هتنافس معاك باقي الفلاج شيبس والحاجات التانية، بس بتقضي الغرض وبتطلع نتائج كويسة. إذا ظروف الإضاءة حواليك كويسة تعرف تطلع منها لقطات شكلها لطيف مع بوكة طبيعية. كاميرا الألترا وايد أخيرا أحسن بمراحل من قبل كده. قبل كده كانت سيئة جدا، يعني كانت بيسك بشكل رهيب. المرة دي في تحسن كبير من ناحية الكواليتي. الألوان مختلفة عن الكاميرا الأساسية شوية، بس مش مشكله، يعني في تطور كبير هنا المره دي، وفي يعني تقدر تستخدمها فعليا. بقى الكاميرا ليها لازمه، وتقدر تطلع منها شوتات تستخدمها في السوشيال ميديا وما الى ذلك. تقدر تصور فيديو 4K هنا بالكاميرا الاساسيه او بكاميرا الالترا وايد، بس الحاجه الغريبه ان ما ينفعش تحول ما بين الاثنين وانت في نص الفيديو. الفيديو شكله كويس بصراحه، مش سيء. ستابلايزيشن مش وحش، مش احسن حاجه في الديناميك رينج، ولكن شكل الفيديو مقبول بالنسبه لي. يعني مفيش ابهار في الكاميرات هنا اطلاقا، ولكن في تحسن عن الجيل اللي فات وتقضي الغرض زي ما قلنا. مفيش تحسن قوي بقى هي كاميرا السيلفي هنا، عشان هي موجوده تحت الشاشه. هي 16 ميجا بكسل، لكن في طبقات فوقيها بتدخل الضوء بشكل غريب للكاميرا. فالتصوير بالكاميرا دي سواء مشغل بيوتي مود اللي بيحسن شويه او طفيه، دايما فيها هيز كده وفي زغلله غريبه، ومفيش شاربنس في الكاميرا. يعني الكاميرا دي تقدرش تطلع صور شارب، وصور
سوفت جدا، شكلها كأن في حاجه فوق الكاميرا، محتاج تمسح الكاميرا كده، ده المنظر العام. مفيش 4K للاسف كمان من الكاميرا الاماميه، ولكن في فول اتش دي اخرك. والغريب ان شكل الفيديو شارب اكتر من الصور، شكل الفيديو كده طبيعي اكتر من الصور، لكن ستيل برضو عندك الهيز في الهايلايتس اللي شكلها غريب شويتين. بس شايف الفيديو فيه تطور مقارنه بقبل كده بصراحه. بس بشكل عام وزي الاجيال اللي فاتت الكاميرات مش نقطه قوه هنا، في تحسن في تدريجي مقارنه بالاجيال اللي فاتت، لكن مش هتشتري الموبايل ده عشان انت عايز تاخد احسن سيلفيز وعايز تاخد احسن ستوريز واحسن كاميرات وبتاع. بس لو انت الكاميرات مش الاولويه الاساسيه عندك، اوكي. في حاجات تانية كمان مش موجوده في الريد ماجيك 9 برو زي ما كانتش موجوده في الاجيال اللي فاتت، وهي زي الوايرلس تشارجنج، ما عندكش شحن لاسلكي هنا. بس الشحن بصراحه الشحن العادي سريع وبيقضي الغرض جدا وبطاريه ممتازه، وما عندكش مقاومه غبار وميه عشان عندك فتحات حقيقيه موجوده في الجناب بتدخل لك هواء وفي مروحه جوه، فدي حاجه مستحيله مع الاداء اللي بتاخده المروحه والتبريد هنا. بس فيما عدا ذلك ريد ماجيك 9 برو موبايل رهيب بصراحه، انا معجب جدا بالاداء هنا، اقوى موبايل في العالم زي ما قلت لكم دلوقتي. الشاشه خطيره، الديزاين خطير، السماعات، الهابتكس، والاداء العام في كل حاجه بتعملها بالموبايل ده امتياز بصراحه. الكاميرا تعتبر هي النيجاتيف الوحيد في الموبايل ده، ولو مش فارقه معاك كتير هتتبسط جدا بموبايل زي ده. السعر كمان مذهل على كميه المواصفات دي وعلى كميه الباور اللي بتاخده من هنا. سعر الموبايل ده بيبدا النسخه اللي معايا دي تحديدا سعرها $650، ده رقم مجنون على كميه الاوبشنز تاخدها هنا بصراحه. واذا الباكج دي عجباك على بعضيها انصح بالموبايل وبشده. هسيب لكم لينك ليه في صندوق الوصف تحت الفيديو، اذا عندكم عنه اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات. وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك العنيف، في تشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان في حاجات كتير قويه جايه قريب جدا ان شاء الله. ما تنسوش كمان تابعوني على انستجرام، في فيسبوك، تويتر، او تحت الفيديو في حاجات كتير برضه قويه هناك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.